امهات كتير بتسالني نربي عيالنا ازاي، وانا برد من تجربتي الخاصه، لكن الكلام في الكتب بيقول حاجه تانية. فانا النهارده قررت اجيب لكم اخصائيه التربيه الخاصه امل ندى. عرفتي تربي. بصي بقى يا ست امل، نعم. احنا هنطرح السؤال الازلي اللي كل الناس بتساله، يعني ايه التربيه الحديثه؟ بصي يا ولاء، هما خدعوك فقالوا هي مفيش حاجه اسمها تربيه حديثه. التربيه هي عباره عن فطره. طلعوا كلمه تربيه حديثه بسبب الضغوطات الحياه بقت كتيره والانفتاح اللي احنا فيه. بقى اولياء الامور عندهم ضغط كتير جدا ومشاكل كتير، فبقوا يعملوا تصرفات مش اللي احنا اتربينا عليها، مش فطرتنا من اصلا. فعشان كده طلعوا مصطلح التربيه الحديثه عشان تواكب العصر اللي احنا فيه. يعني كلمه بالظبط. انتوا بعتولي مشاكل كتير قوي، وانا دلوقتي هقول مشكله. واول مشكله الولاد اللي ما بتقدرش تقول اي حاجه لمامتها وبتخاف. فامل هتجاوبنا ليه يا امل؟ لا، هو السؤال ده فيه كذا حاجه. ليه؟ هو ليه الاطفال بتخاف؟ والكلام خلينا متفقين ان بس هما مش اطفال. طيب انت عودتيهم ان هما يتكلموا؟ انت كلمتيهم الاول؟ ساعات بيبقى رد فعل الام عنيف قوي، فالولد او البنت بيخافوا يكملوا الحوار طيب. مع الام. بصي، نبدا الموضوع من ورا شويه. اه مش هسالك انا شويه اسئله وانت اللي هتجاوبي. هنبدل دور بعض. وهم صغيرين كنت بتحكي لهم عن يومك عامل ازاي؟ لا. طيب عايزاهم لما يكبروا هيحكوا لك ازاي؟ ما هم بيبقوا عايزين يحكوا بس خايفين مني. نمشيها حته حته تاني. تمام. انت ما بتحكيش، هم عايزين يحكوا. انت كنت بتبقي عايزه تحكي لهم بس ما بتحكيش، فهي نفس المشكله. فاهمه الفكره؟ ماشي، والحل دلوقتي ايه؟ نخش بقى على موضوع الخوف دلوقتي. استني. هم اتفضلي. بيخافوا ليه؟ من رد فعل الام. ليه بيخافوا من رد فعل الام؟ عشان ماما بتعاقب او بتزعق او بتتنرفز من تصرفاتها. بالظبط، بتطلع ضغط اليوم عليهم، فهم ما لهمش ذنب، هم خايفين من رد فعل ماما. بس دول 15 16 سنه. انا هعالج الخوف عشان يتكلم. بس ما فيش زمان يا امل الكلام ده، وكان عايز العيال بتتكلم وبتقول. عشان ضغط الحياه ما كانش موجود بالشكل الكبير اللي احنا فيه. طب والحل يعني نخلي ماما تسمعهم ازاي وهم ما يخافوش ازاي؟ ماما تهدي انفعالاتها عشان هم يكلموها من دون خوف. طب واحنا هنديهم الجرأه ازاي ان هم يروحوا يحكوا؟ لما ماما تهدي شويه وتقدر تظبط انفعالاتها يبداوا الولاد يطمنوا. ما هي ماما بتتكلم عادي اهي وبتشاركنا حياتها، طب انا اروح اتكلم معاها ما فيش خوف. منطق برضه. يعني احنا عشان ولادك ما يخافوش لازم نعرف سبب الخوف ايه. احنا بنعالج السبب مش العرض. لما بتكوني مصدعه وبتروحي للدكتور بيديكي على طول دواء ولا بيقعد يعرف السبب؟ يعرف السبب. واحنا كمان في التربيه لازم نعرف السبب ايه. ما ينفعش نعالج العرض، لازم ندور وندعبس لحد ما نحط ايدينا عن السبب عشان ما يبقاش ايه علاج عرضي ويفضل المشكله موجوده. والله اللي فهمته من امل ان ساعات الام بتبقى هي المشكله مش العيل. انتوا فهمتوا زيي؟ ماشي، مستنيه منكم تكتبوا لي اسئلتكم في الكومنتات عشان نجيب امل تاني تجاوبنا عليه الفيديو الجاي. هسيب لكم اللينك بتاع امل في اول تعليق بتاع عرفتي تربي، بتقول حاجات مفيده جدا للامهات، او اعملوا بحث على كل المنصات على عرفتي تربي. لكل اللي بيتابعوا عرفتي تربي اعملوا متابعه للأروبة بتقول نصايح مهمه جدا لكل واحده متجوزه.